حاجة تعرف الحاجة مساوي. وين السيارات اليوم يا حاج ليش نمسح ولا حصلت سيارة مسحها؟ الله كريم. ما بتبيع أنت يا حاج؟ الله كريم بالبيع مساوي كأحد من هذا الموجود مساوي. تخيل إن أنا قد مشيت هذا المكان كامل ولا حصلت سيارة أنا علشان أمسحها اليوم كامل. يا أخي الدنيا تعب، هذه الأيام الدنيا تعب خلى الله بس. والله ما يا الحالة على ابن ارحم الراحمين خرجنا بهل المساوق عاشر نمشي حق الفطور والجهله حان خرجنا بهل المساوق عاشر نمشي حق الفطور والجهله حان ناكلهم. انت جيت يا حاج، انت جيت على الوجع. شوف انا الشيء اقول لك حاجه ومستحي منك. ايوه انا طبعا طالب جامعي تمام. ايوه بس الظروف خرجتني علشان اشيل لي فطور لي ولامي ولاسرتي، ما حصلت شيء اكل، واليوم جالس بين احاول ادور بين امسح اي سياره ولا حصلت سيارة ولا حد خلاني امسح على سيارة. نعم انا مستحي منك، والله اني مستحي منك. احنا اشتري منك اللي 500 ريال اللي اشتغلنا به باكل انا وانت بالغ سمين صغير، اللي اشتغلنا به باكل انا وانت بالغ سمين صغير، ولا تستثبزها كلها بزيتها هاي جالك وهذه العيال وهذا 1000 عادي. الله كريم يدي الله من فضله من فضل حق الله مش من حقك. احنا اخوان ما بنفرق والحالي على الباقي تشتغل باقي هذا بزها بزيتها عادي. وانا شمشي حالي المغربي يدي الله كريم. بس يا حاج ما فيش. الله كريم. بس تعال يا حاج. الله كريم. بس ما فيش هكذا ما عاد فيش معك فلوس. والله ما عاد باقي معي ولا شيء. والله ما عاد باقي ولا حاجه. والله يمكن باقي معك في البيت لانك اعطيتني الفل. والله ما بري الواحد حرام مني خرج من البيت لا معاهم اياهم، ما خرج كلها عشان اشبع لهم حق الفطور، لكن ايدي لي الله مدحل ما يجي المغرب حق فطور عيالي واسرتي بالبيت. حرام مني خرج من البيت لا معاهم اياهم، ما خرج كلها عشان اشبع لهم حق الفطور، لكن ايدي لي الله مدحل ما يجي المغرب حق فطور عيالي واسرتي بالبيت. ولا كل هذه بهم ارحم الراحمين لحب البيت لا صبح ولا غد، لكن الله يسهل من عنده ما معنا الا وكاف. الفطور يا حاج معك فطور طيب لهم؟ الفطور والله ما في ولا حاجه. في معانا شويه شربه اضرب طاوه شربه، في معانا شويه شربه اضرب طاوه شربه وياكلوا بس هكذا. طيب خلاص خلي لك 1000 وانا 1005. عادي ما اكل الا عادي مش مشكله سهل. يدي الله باجوا زبائن باجوا هذا ان شاء الله ونمشي حالنا ونرجع. ما فيش معك حتى ما يا حاج في البيت؟ والله يا خزق نقعد خزق ورب البيت نقعد تفطر اخزاق لعقد العبي بينه حاجه. والله يا خزق نقعد خزق ورب البيت نقعد تفطر اخزاق لعقد العبي بينه حاجه. له حوالي تبدي 7 شهور هو بلا تعبيه، ما في عليه سنه. ومنين تجيب ما يا حاج؟ امانه الحجه العجوز حقيقه تفتح بالدبه وخراسان من البوبه من عند جامع اللحاق. امانه الحجه العجوز حقيقه تفتح بالدبه وخراسان من البوبه من عند جامع اللحاق لاجل بالصعر الجوي. وهي تعبانه بكل والله تعبانه قسم بالله انه يخليها على الله بس لا بالله ارحم الراحمين. تصح من جنب كامل هذا نكه وعلم وسق مريضه ولا ايش؟ من رجله امانه له انا ساعد. ليش ما تعالجها يا حاج؟ ما حصلش لقمه العيش لعيالي دموز جوعنا وعيالي، ما حصلش لقمه العيش لعيالي دموز جوعنا وعيالي. يعني انا اذا العمليات وقفت انا مزجوع يبدي خبره واحده اليوم خلال اسبوع. ولا الحمد لله كل عيال كبار معك يا اخي مع 10 عيال وزوج كل واحد بيضرب له بشهر حال بنفسهم. والله انه بعض الاوقات يجي بكر عندي الولد بالصبح وقت السحور يشتي سحور ما عمل لك ابني احنا حالنا كل احنا. والله انه بعض الاوقات يجي بكر عندي الولد بالصبح وقت السحور يشتي سحور ما عمل لك ابني احنا حالنا كل احنا. ولا هو معلم يشتغل بنا زي ما انا. خلاص يا حاج اذا خلاص شيل لك 1000 هذه وانا بخلي معي. خلاص شله عادي شله. سامح لي انا برجع برصح سيارات مره ثانيه مسامح لك دنيا واخره، مسامح لك دنيا واخره سهل. مسامح لك دنيا واخره، مسامح لك دنيا واخره سهل. انت تطلب الله انا دائما. اطلب الله انا ان شاء الله دائما ان شاء الله باذن الله دائما. شكرا يا حاج انا بروح اكملها اشوف لي لو حصلت سياره مسحها ولا شيء ولا قد هذه. هاي جالك بالقلب كانك اعتبرك ابني. هاي جالك بالقلب كانك اعتبرك ابني. الله يحفظك. طبعا شفنا ردة الفعل الجبارة من الحاج بائع المساويك، يعني قدم كل اللي معه، فدائما مش فاقد الشيء لا يعطيه، لا بعض الأحيان فاقد الشيء هو اللي يعطيه. فخلونا نشوف ايش اللي بيحصل الآن. تعال ربنا يسعدك سامحني. طبعا انا اللي جيت لك قبل شوية اللي يمسح سيارات. صراحة الله يحفظك.
اول شيء ايش تعرف ايش اسمك يا حاج؟ حميد محمد حيدر. حميد محمد حيدر، ربنا يسعدك يا حاج حميد. يا حاج حميد انا لما جيت لك وانا على اساس ماسح سيارات وطالب جامعي، ايش الشيء اللي خلاك تعطيني 1005 وبقيت 1000 وبعدين اعطيتني ال1000، يعني اعطيتني المبلغ كامل؟ ايش؟ انا شوف على قدر نفسي، انا لما اشوف يعني ما فيش بيدي شيء ولا شيء وبيتي عطلوا معي جهال معي كل حاجه، يعني الشخص اللي يقول لي بالكلام هذا زي امانه، الشخص اللي يقول لي بالكلام هذا زي امانه، يعني القلب يعني يخشى على الحاجه هذه، في شدها كلها عادي وربي يعوضني بدها في نفس اللحظه، في شدها كلها عادي وربي يعوضني بدها في نفس اللحظه. اروح اكل عيالي وافطر عيالي كل حاجه. طيب ايش بتاكل يعني عيالك؟ هل معك فلوس كثير في البيت؟ مش والله ما اجد حتى مياه، والله ما اجد حتى مياه. خرج وانا راكن على هله، لكن ما مش متوقع انهم يصرفوا على عيشوا بيت هله، لا بس هذا يعني سبب لان في بعض الناس يجي يشتري منك مسواك ب 100 ريال ويجيب لك ب 500 ولا يجيب لك ب 1000 وقال مسامح وتشتغل يعني، والشغل عمره ما ويشتغل هذا بالشيء. فان كان لكن بدك تركن على هذا انه يعيش 10 انفار داخل البيت من ماء من اكل من عمل بالشهر 3 كسبر، والله 3 كسبر، والله 3 كسبر. طيب يا حاج، هل بيع المساويك هذه يكفيك مثلا لايجارك لقوتك؟ والله ما يكفوا ولا حاجه ولا يفعلوا لي شيء بس حد هلا يعني جزع وقت، ولا والله ما يكفوا حاجه. كنا نشتغل قلنا لكم احنا معلمين من 12 ومن 15000 وبعض الاوقات لا معك مرض لا معك حاجه ما تكفيش. وصل يعني معك كذا وحنب؟ ايوه والله وحنب، والله وحنب. وانا شغال يومي ب 12، والله يطلع يومي بعض الايام اقاول على العمل قبال يطلع يومي امانه باكثر من 20000. هل عادك تشتغل هذا الشيء اللي يتكلم عنه الان لي من العام من تاريخ 20 رجب، من العام من تاريخ يعني سنه كامله، سنه ودخلنا بالسنه الثانيه شهرين شعبان ورمضان. والله العظيم الذي لا اله الا هو ما غير صار كذا 3 ايام، والله العظيم الذي لا اله الا هو ما غير صار كذا 3 ايام، 3 سنه وشهرين كامل كلها. واللي يتراجم بالحراج بدارس انا بشق وعيالي بشق، اللي يتراجم بالحراج بدارس انا بشق وعيالي بشق الى الساعه 2 بعد الظهر وانا اروح لا ريال واحد. وهكذا الشهر مضي عليه ب3 كيس دقيق لا داخل البيت يكفي، يعني الكيس عمل ب 10 ايام. عبي الماء بالشهر 4 تعبيات للجبه. الغاز اللي 7 شهور بلا تعبئه، الغاز اللي 7 شهور بلا تعبئه. تسوي طيب من فين تاكل؟ اجازه هذا الشهر السادس، والله ما امهلني صاحب البيت ورب البيت الا ما امهلني الا بقى رمضان شبه لك العيد. جهز لي بحق 6 اشهر وسكن، ولا عافي الله عنك وخرج انت واسرتك الشارع علم اللي باسرتك، وخرج انت واسرتك الشارع علم اللي باسرتك. انسي البهم، انسي ببناتي وزوجتي روح بهم. لكن حسب الله ونعم الوكيل، هذا اذا طلب مش برضانا، هذا مقدر علينا من الله ولازم نتقبل واقع، ولا ما احناش عارفين الحاجه هذه. كلنا نشتغل ونصير والله امسك من 3 اعمال جمعه، ولا بعض عمل ما رجع الا امانه اجيبه لمعلم ثاني، قل له ماش فاضي انا معي عمل وارجع له معلم فاضي لانه ما يراعيليش. لكن الله سنه وشهرين من لو حصل مرض، لو حصل كذا الله قدر. قلنا لك والله اللي صلح فحص ذا بالمستشفى بالوايتات لزوجتي حقي ب 4000 على يدي المطرح كل البطاقه، وطلع بيننا مرض وصرفوا لي العلاج مثل ما 20000 حرام نستهلك اشتري ابره واحده، صرفوا لي العلاج مثل ما 20000 حرام نستهلك اشتري ابره واحده. 4 شهور لحدك والان وكل ورقه يعني بالبيت بدون علاج ما افعل. اسمعت ان لا عندي الا الغرفه الثانيه ويتئل من الانين، سمعت ان لا عندي الا الغرفه الثانيه ويتئل من الانين. والدكتور يكون موجود بالوايتات، صالح الدكتور صالح موجود وعادي كلمكم قدام اسمعوا كل هذا دكتور ما قدرش يشتري لحد الان ما اشتريتش علاج لزوجتك؟ قال كل الدكتور لا دكتور ما قدرش يشتري العلاج، هذه الورقه اللي 14 من عندك. قال كل الدكتور لا دكتور ما قدرش يشتري العلاج، هذه الورقه اللي 14 من عندك. ما يسبب ليش لا حاجه ولا شيء. قال والله ان هذا انها خطيره لكن ما كله ما افعل ما سبب ما بش بيدي ولا شيء، ما بش بيدي ولا شيء. ها مريض وانت مش قادر تسوي ما تفعل، يموت قدامك ما تفعل، وما فيش معك ولا اي حاجه ولا فلوس ولا يموت قدامك ما تفعل، وما فيش معك ولا اي حاجه ولا فلوس ولا في معك يموت قدامك ما تسوى. حتى انا والله العظيم البار رحيم بخشى قلب اني احس السرفه هذه بعض الساعه زي الخاذل وتنوم زي النوم، اخبط هكذا وافعل بها هكذا كانه نوم خاذل ما لعبه، وتجلس حوالي نص ساعه لا اكل لا بزها ورجعت تهدى. هكذا تعالج، هكذا ما تعالج. طيب افعل ما ادري استفعل لها اشاعه بمهن، اشاعه اقول لك ب7 ب8 ب10000 مهن، ومش قادر يعني توفر حتى قيمه؟ مش قادر يوفر هذه الايام
القوت الضروري لعيالي داخل البيت، مش قادر يوفر هذه الايام القوت الضروري لعيالي داخل البيت، عادة بالعلاج، اموت انا وعيالي داخل من مرض او من جوع صحي. اموت انا وعيالي داخل من مرض او من جوع صحي. بعد الشر عنك يا حاج، وباذن الله ربنا هذا شوف عمري 60 سنه ولي هنا في صنعاء من 2004. حرام علي ابغى اشارك الازمه زي ما السنه، لا يمكن. لا تعطلكم من السنه ولا تعطل 3 ايام 4 ايام اسبوع، اكل واشرب من جيبي وبيت زلطي ما تطلعش داخل الشنطه عقلي. هذه الايام قلنا لك حرام لا اجلس تاكلون او مياه او هذا ويا الله اللي صلى بيتي اي واحد من بعد ما بقرب يصلى بيتي ودخلوا البيت يشوف كل حاجه. انا اسف يا حاج، انا اسف على دموعك الغاليه هذه، والله العظيم انا اسف. سامحني سامحني سامحني. صلي على النبي. الآن أنا بدخل أنا وأنت الآن في مسابقة. لو فزت يا حاج، لو جاوبت السؤال بتربح مبلغ مالي، بس لو ما جاوبتش صح أنا بشيل عليك الآن لكل الناس الموجودين مسواك بلاش. عادي ياخذون كلهم عادي، حتى من ما أربح سهل. الله على الكرم. ياخذون وياخذوا عيوني هلا سهل. الله يسعدك ويحفظ عيونك يا حاج، ويحفظ زوجتك وأولادك وبناتك. السؤال الأول يقول يا حاج، أيوه السؤال الأول يقول: في شهر رمضان ايش اللي تنزل؟ ايش الشيء اللي انزل في شهر رمضان من الكتب السماوية؟ كتاب من الكتب السماوية انزل في شهر رمضان. القرآن الكريم. ايوه. الإجابة صح ولا لا؟ الإجابة صح. أيوة. إذا صفقوا له. الجائزة الأولى. أنا أمي لا أقري ولا أكتب. وكيف عرفت أن القرآن الكريم؟ من الله تسخير من أرحم الراحمين، ولا أنا أمي والله ما كانوا أبوتنا بالبلاد أول ما يفرحوش بالقراءة، كانوا لا يفرحوا إلا نترعوا لهم بالبيت ولا نرعوا الغنم بس، وربينا أميين. رغم هذا الشيء يا حاج ما شاء الله جاوبت. هذه 50,000 ريال، هذه قيمة السؤال الأول، أنت فزت. هل بتواصل معي للسؤال الثاني ولا تنسحب باللي معك؟ إن شاء الله واصل، إن شاء الله واصل بإذن. بتواصل إن شاء الله بإذن. بس شوف لو واصلت يا حاج ما فيش صفات أنا عندي، لو واصلت وجاوبت غلط، لو جاوبت غلط بسحب عليك المبلغ الأول. عادي. وأشيل المساويك كلها. عادي شل الكل ما اشتيت. يعني انسحب أحسن لك باللي معك. لا ماشي ما بنسحب. بتواصل؟ واصل. السؤال الثاني يقول: ولأننا في شهر الرحمات وشهر الخيرات ورمضان المبارك، اذكر لي 5 أسماء من أسماء الأنبياء والمرسلين. أنبياء. محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إبراهيم طبعا. الحاج أمي ركزوا ما شاء الله في الدين مطلع وملم. عيسى عليه السلام. وموسى وإسماعيل عليه السلام. إجابة صح ولا غلط؟ إذا أسمع أقوى تحية له، يستاهل. خلاص الحبوب دخل عادي. حاج حميد فزت بسؤالين ومبلغ 100,000 ريال. 1000 مليون تريليون مبروك. الحاج حميد خرج يبيع مساويك وما مدش يده لمخلوق، والشغل مش عيب يا عمي. إذا كان الحاج حميد في هذا السن ما شاء الله خرج يبيع وياكل اللقمة الحلال، فلكل شاب وكل إنسان جالس يمد يده للناس. ليش وربنا كريم يا أخي. اخرج الشارع، اطلب الله وبيع أي شيء، الشغل مش عيب. ولا تعذرش براس المال. 1000 ريال يشتري لك كرتون ما اطلب الله، مش عيب الشغل نهائيا. حاج 1000 مليون مبروك. المبلغ هذا مش من قدرك بس فزت فيه يا أخي. تروح تفرح الأولاد. أول شيء يا حاج رجاء كذا يعني لو سمحت إنك تروح المستشفى وتخرج الفحص حق زوجتك علشان ما تكونش مريضة تأخذ لها العلاج. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله إني بابزها الليلة بإذن الله. إن شاء الله. الله إن شاء الله. الله يسعدنا ويسعد أمة محمد أجمعين كامل، ويسعد أمة محمد أجمعين كامل يا رب. الله يعطيك العافية يا حاج. الله يسعدك حبيبي يا حاج. إذا مع أحلى شباب من جمهورية المطار العظمى وصلنا إلى نهاية وختام حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات جاية. تجارب اجتماعية إنسانية هادفة، وأيضا مقالب يا عم، والكثير من المواضيع المتنوعة. اشتراك، لايك، وانشروا الحلقة في كل مكان، وفي أمان الله.